الأسئلة الشائعة في الحمل. احنا في الحقيقة بنقابل أسئلة كتيرة قوي ومعتقدات خاطئة جدا في الحمل، يعني متوارثة في الستات المصريات بشكل عام وفي الستات أصلا، وهي فكرة ان احنا اكل ايه ما اكلش ايه، الحمل هيثبت الحمل مش هيثبت، اخد مثبتات، اتابع ازاي، ايه الادويه اللي انا اخدها والادويه اللي ما اخدهاش، اخد تطعيمات في مواعيدها ولا لا. لان يتقدم الحمل شويه نبدا نتكلم في حقن الرئه، ونبدا نتكلم في حقن تطعيم التيتانوس، ممكن نتكلم في حاجات كتيره قوي. وبالتالي الحلقه دي انا عاملها علشان نتكلم في الاسئله الشائعه، وخاصه موضوع الاكل، وازاي احنا ممكن يعني ناخد الموضوع بسلاسه شويه، ناخد الموضوع بشكل علمي علشان ما يحصلش اي مشاكل. نبدا الاول على الاكل. ايه الاكلات اللي احنا المفروض ان احنا ناكلها في الحمل؟ هنقسم الحمل لثلاث مراحل. المرحله الاولى اول 3 شهور، المرحله الثانيه الفتره الوسط يعني تاني 3 شهور، والمرحله الثالثه اخر 3 شهور. في الحقيقه في المرحله الاولى من الحمل بيكون في مشاكل عند الست من ناحيه عدم رغبتها في الاكل بشكل كويس. ده بيبقى مصحوب معاه رغبه في القيء، واحيانا طبعا بيبقى فيه قيء كتير، وبالتالي بيبقى نفسها مش رايحه لكل الاكلات وبتبقى رايحه لحاجات معينه. الاكلات اللي احنا بننصح بيها تكون في اول 3 شهور في الحمل هو الفاكهه، هو الخضار، هو حاجات الفريش، السوائل الكتير، الحاجات اللي هي يعني فيها فايدة بشكل كويس وفيها فيتامينز أساسية علشان تكوين الجهاز العصبي للجنين. طبعا مفيش حاجة ممنوعة في الحمل بشكل قوي خالص ان هو ممنوع ان انا اكل الاكل ده، ولكن احنا بننصح ان احنا نتجنب الاكلات اللي بشكل عام اللي فيها حفظ كتير، يعني الاكلات المحفوظه، يعني المواد فيها مواد حافظه بمعنى صح. الحاجات اللي موجوده في السوبر ماركت زي الشيبسيز والحاجات دي كلها احنا بنحب ان احنا نقلل من هذه الاكلات، ما نمنعهاش ولكن نقلل منها بشكل كويس. طب الحاجات الساعه دكتور ممنوعه؟ لا مش ممنوعه، لا هي مش ممنوعه، وهي مش بتاثر على البيبي، وهي مش بتعدي المشيمه اصلا. هي الفكره كلها انها هتزود لك الاحساس اللي عندك في اول 3 شهور في الحمل، هو احساس ان انا عايزه ارجع، او ان انا عايزه يبقى عندي نوزيا يعني، او ان انا برجع فعليا، فهيزود لك الكلام ده. وبالتالي احنا بننصح ان احنا نقلل البيبسيهات ونقلل الحاجات اللي زي كده. هل الكافيين ممنوع في الحمل؟ لا، الكافيين مش ممنوع في الحمل، ولكن احنا بننصح ان يكون في مرة واحدة بس في اليوم اي نوع من انواع الكافيين. يعني انا ممكن اخد نسكافيه، ممكن اخد قهوة، ممكن اخد اي حاجة فيها كافيين، ولكن لمرة في اليوم وما كترش عن كده، عشان الكافيين الكتير فعلا بيعدي المشيمة وممكن يعمل لنا مشاكل. طيب بعد انتهاء ال3 شهور الاولين من الحمل نبدأ بقى يجي بعض الاسئلة الشهيرة. هو انا ممكن اكل كبدة؟ وانا ممكن اكل بلح؟ وانا ممكن اشرب حاجات دافية؟ هو انا كل هذا الكلام مسموح بيه يا جماعة. نيجي نتكلم مثلا في موضوع الكبده. الناس بتخاف من الكبده علشان فيها فيتامين اي بشكل كبير، وبالتالي فيتامين اي ده تراتوجينيك لو عدى للبيبي. الكلام ده لو انا كل يوم بفطر واتغدى واتعشى كبده، المفروض انا انما ان انا هاخد مره او مرتين في الاسبوع، كل مره في حدود ربع كيلو، لا ده كويس جدا ومش ممنوع في الحمل خالص، بالعكس ده مستحب علشان حالات الانيميا وحالات نقص الحديد والهيموجلوبين. طيب ممكن اشرب سوائل دافيه من اول يوم في الحمل. حضرتك ممكن تشربي اي سوائل دافيه، اشربي ينسون، اشربي نعناع، اشربي كل اللي انت عايزاه، مفيش حاجه ممنوعه في الحمل. وممكن ناخد بلح، ايوه ممكن ناخد بلح، ممكن ناخد على قد 3-4 تمرات كل يوم، مفيش حاجه، ومش هيأثر ومش هيجيب لك طلق مبكر، مش هيجيب لك ولاده مبكره ولا اي حاجه. بعد ما بنخلص فكرة الأكل في الحمل بندخل على فكرة تانية، فكرة التطعيمات بتاعة الحمل. هو أنا ممكن أخد تطعيم إنفلونزا؟ طبعا ممكن أخد تطعيم إنفلونزا، ويستحب إن احنا ناخد تطعيم إنفلونزا، وخاصة في ظروف الكوفيد اللي احنا فيها. طبعا ناخد تطعيم إنفلونزا في الحمل، ده هيبقى كويس لأنه هيقلل لك أدوار الإنفلونزا اللي هتجيلك، وهيقلل لك أدوار السيفير يعني، أو الأدوار الشديدة من أدوار البرد اللي ممكن تحصل. طيب هل ممكن ان احنا ناخد تطعيم التيتانوس المشهور بتاع وزارة الصحة؟ طبعا ممكن ناخده، ده حاجة يعني هو مش مهم قوي بنسبة 100%، في ستات كتير قوي ما ياخدوهوش، ولكن انا ما عنديش ضرر ان احنا ناخد تطعيم التيتانوس. وده واي تطعيمات مدرجة على قائمة وزارة الصحة او على قوائم بتاعتنا، احنا ما عندناش مشكلة خالص ان احنا ناخد هذه التطعيمات. ولكن هناك تطعيمات معينة دي ممنوعة في الحمل، ودي تطعيمات اللي بيبقى فيها الفيروس
لايف اتنيويتد او يعني في تطعيمات معينه كده لما هنسال فيها الدكتور بتاعنا هيقول لنا لا ما ناخدش هذه التطعيمات. طبعا الكوفيد فاكسين بما ان احنا قربنا من الكلام على تطعيمات الكورونا يعني غير مسموح طبعا للحوامل خالص ان هم ياخدوا تطعيم الكوفيد. انا بتكلم طبعا على تطعيمات فايزر وموديرنا. يعني بالنسبه لي حقنه الرئه، موضوع حقنه الرئه بقى ده موضوع شائك كبير جدا، الناس كلها بتتكلم عليه. يا جماعه حقن الرئه او حقن الديكساميثازون او حقن الكورتيزون اللي بتتاخد في نهايه الحمل علشان تعمل نمو سريع للرئه هي ليست جزء اساسي من متابعه الحمل. احنا مش بندي حقن الرئه لكل الستات، احنا بندي حقن الرئه فقط للسيدات اللي احنا عندنا تخوف من ان هم ممكن يولدوا بدري. الستات دول زي مثلا حالات التوائم اللي احنا خايفين هم يولدوا بسرعه، وان كان في كلام اصلا على حقن الرئه في التوائم ودورها. الستات اللي احنا عارفين ان هم عندهم ولادات مبكره بشكل مبكر، الستات اللي هم حصل لهم فعلا علامه من علامات الولاده المبكره قبل دخول الشهر التاسع زي انفجار كيس الميه او دخول في طلق مبكر او حاجه زي كده، احنا في الحالات دي بندي حقن الرئه. احنا بندي دلوقتي حقن الرئه لاي ست هتعمل الكتيف سيزيريان سيكشن، اي ست هتعمل ولاده قيصريه هنديها حقن الرئه بشكل يعني عشوائي او بشكل امبيريكال، يعني بشكل عام هديهولها من غير ما يكون هي محتاجه او مش محتاجه، لا انا هديهولها على طول قبل ولاده قيصريه ب 48 ساعه. دي كانت اشهر حاجات بتتسال واشهر كلام بيتقال في العيادات بتاعتنا عن فكره متابعه الحمل وعن فكره الاكل المشهور في الحمل وعن فكره التطعيمات بتاعه الحمل وعن فكره حقن الرئه وعن فكره طرق الولاده. شكرا.